السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا منتج اسمه تي 800 الترا. دي سمارت ووتش اسمها تي 800 الترا، معروفة طبعا انها بتقلد السمارت ووتش الجديدة بتاعت ابل. انتوا عارفين ان الموضوع السمارت ووتشات والحاجات ده كتر قوي وانتشر جدا، وبقى كل الناس معاهم سمارت ووتش، معاهم ايربودز. كل منتجات ابل اتضربت وانتشرت جدا لدرجة انك ممكن ب 300 جنيه تلبس ساعة، وممكن تلبس ب 15,000 جنيه ساعه. فاصبحت منتجات كتيره جدا. فاياما شفت اكس 800، تي 800، ال 800، فانا قلت لازم اجرب حاجه خلينا نشوف الحاجات الجديده دي بتقول ايه. فنجيب العلبه. طبعا العلبه شكلها حلو، محاكيه جدا للاصليه. الشاحن هنا وايرلس تشارجنج، اسمها هاي ووتش برو تي 800 الترا. ايه الاسم ده كله ده؟ المفروض ان هي مصنوعه من الالومنيوم و49 مللي. اي ستراب 49 مللي هيركب ويشتغل تمام. ده كلامهم طبعا من العلبه. هنا مفيش اي حاجه تانية غير اسمها واسمها واسمها واسمها. كل يعني فرحانين قوي بالاسم انفينيتي ديسبلاي. والله انا متحمس اشوفها لان سعرها مش غالي. هقول لكم السعر في اخر الفيديو. استنى، السعر في اخر الفيديو. ولو ما عملتش سبسكرايب مش هيبان السعر على فكره. يعني انا بقول لك اعمل سبسكرايب واعمل لايك، السعر هيبان. سبحان الله. طيب نشيل كده بقى. نحاول نفتح العلبة يا رب. العلبة أولا حالتها سيئة. أنا كنت متوقع إنها تبقى بالاستراب اللي بلونه بره ده، فجاية باستراب أسود. فدي أول حاجة يعني. دي حاجة ما كنتش متوقعها خالص بصراحة. كنت منتظر الاستراب المشهور ليه. والساعة نفسها دي محتويات العلبة والشاحن، وطبعا تغليف رديء لأن سعرها مش عالي، فتغليف رديء وعلى قده يعني. تعالوا نيجي بقى للمفيد. نيجي للاستراب من جودة بلاستيك تعبان، والشاحن بسلك قصير. انا الكلام ده ما يهمنيش، يهمني الساعه. اول حاجه لاحظتها الساعه في ايدي تقيله. اختلاف الساعه بتاعتي، الساعه في ايدي تقيله. فدي حاجه يعني مش وحشه. نفس التغليف بصراحه بتاع الساعات الغاليه. هو قطعه كده تسحبها واو. حلو التغليف، حلو تغليف الساعه نفسها حلو مش وحش. وهنا نيجي للتفاصيل اللي في الساعه. لا التفاصيل حلوه. في طبعا شويه سنسورات ورا، دول طبعا لمبات ليد كده بس فرح العمده. اكيد دي مش سنسورز اصلا. هنا البكره بتاعت المنيو، الزرار الاوكي. وفي زرار تاني هنا، وده كان المفروض بتاع العمله الصوتيه بتاع ابل بتاع سيري، ولكن هنا طبعا مش كده. هنجرب نشغلها ونشوف مشحونه ولا لا. A few moments later. تمام زي ما كنت متوقع مش مشحونه. نروح نشحنها ونرجع تاني. رجعنا تاني بعد ما شحنا الساعه، واللي طلعت عيني شويه في الشحن لان هي عايزه ادابتر. مش انا كان عندي يو اس بي هاب كده ما كنتش قابله شحن عليه خالص، وحسيت ان هي بايظه. ولكن الحمد لله قدرنا نشحنها وفلوسنا طلعت حلال، طلعت مش بايظه. طبعا انا فتحتها، ايه ده؟ بتديني ان بطاريه ضعيفه. طيب مش مشكله. طيب احنا دلوقتي نركب في جودة الستيك نفسه. مش مشكلة، انت كده كده سهل التغيير. فحجمها في الايد كويس معقول. نيجي كده للسيستم بتاع الساعة. أول حاجة، أول ما فتحت الساعة، الكلام ده يعني لطيف في حاجات شعبي أو في حاجات بكواليتي قليلة، إن إداني اختار اللغة. وده على فكرة ما بشوفوش في ساعات كتير يعني. اللطيف مدى المحاكية للأصلية يعني كبير. المحاكاة الأصلية كبير. الزرار بتاع الاختصار بتاع التمارين شغال، وبيقول لك لو انت هتعمل تمارين جامب مش عارف ايه، باسكت بول، مش الكلام ده. فسليم. عندنا ثلاث ازرار. عندنا الزرار ده المشهور بتاع الاوامر بتاعت الرياضه وكده، وزرار الاون والاوف لتشغيل الشاشه وتطفيها. والبقره برضو بتشغل الشاشه وبتطفيها، وبتغير لك الشكل بتاع الوول يعني. نيجي كده نسحب من فوق ونشوف القائمه اللي من فوق. القائمه العاديه، البلوتوث، فايند ماي ديفايس، السيتنجز، والاضاءه، والمايك. والمايك دي علشان تستعمل الساعه في المكالمات، ودي حاجه لطيفه. الاضاءه ليفلات. عندنا ليفل 5 و4 و3 و2 و1. حلو ان هي منظمه يعني عن غيرها. نيجي لأهم حاجة وهي المنيو. المنيو بتاعته نفس المنيو بتاعت الأصلية بالظبط. يا جماعة والله نفس المنيو بتاعت الأصلية بالظبط. وفيها كده شوية أنيميشن. أنا أعمل أنيميشن بيقطع، ولكن برضو الكلام ده لطيف. فيها مش عارف ازاي فيها فيسبوك وواتساب وتويتر. معرفش ازاي بس يعني والله شوية الفيتشرز اللي فيها لطيفة جدا. في آلة حاسبة وشغالة. الكلام ده كويس خالص.
كويس، الآلة الحاسبة هنا شغالة، ودي حاجة حلوة. بصراحة ما كنتش متوقع كده يعني. وعندنا ايه تاني؟ عندنا طبعا الاوامر الصوتيه. الاوامر العاديه طبعا هي بتقول ان البطاريه هتفصل، ف يعني معلش حاولي تزقي معايا وانا هسيبك تشحني براحتك. المهم طبعا اقدر اتحكم في المزيكا، هعمل ربط ليها مع التليفون، هيجي لي نوتيفيكيشنز. النوتيفيكيشنز بتيجي من تحت، ارفع كده فبيقول لي نو مسجز. الموضوع انا الى الان انا مرضي بالساعه الرخيصه دي. انا مرضي بصراحه، لان انا ما لقيتش ساعه رخيصه بتقدم الحاجات دي. طبعا انا مش بعترف باي سنسور فيها، ان هي فيها سنسور نبضات قلب، فيها سنسور مش عارف ايه. تمام. في الواجهه الرئيسيه لو جيت سحبت ناحيه اليمين هيجي لك عدد الخطوات والكالوريز والحاجات بتاعت الفت يعني بتاعت الصحه. ونسحب واحده تانية يجيب لك بقى نبضات القلب والسنسور والكلام ده، وده سنسور منور، ولكن انا الكلام ده مش بعترف بيه. طبعا ده كله مضروب. التنفس طبعا ده كلام برضه ملوش لازمه. الاكسجين ملوش لازمه. وعدد ساعات النوم ووقت الاستيقاظ وده برضه ملوش لازمه. الطقس وده هيبقى مشتق من التليفون، فده هيبقى يعني معترف بيه ان هو هياخد من التليفون، فمفيش مشكله. نيجي خلاص، هي دي القوائم اللي موجوده. لو سحبنا من ناحيه الشمال فهنلاقي الاختصارات بتاعت الريسنتلي ادد، او اخر حاجات انت دخلتها وشفتها. فالى الان احنا بنحاكي الاصليه بالظبط. اكيد ليها حاجات تاني. هنا في شفره الكيو ار عشان ننزل البرنامج بتاعها، واكيد وير فيت برو لان هو اللي بيدعم كل الحاجات الصيني يعني. بصراحه عجباني، حتى الواجهه الرئيسيه بتاعتها كده عجباني. محاكيه، مش عارف بصراحه بتعملكم ولا لا. محاكيه بنسبه كبيره للاصليه. انا مرضي، انا عجباني. خاص يبقى ممكن، بس انت لو هتجيب حاجه زي كده شعبي شويه ورخيص زي كده، تغير الستيك بتاع الستريب بتاعها ده وتجيب حاجه بريميوم، هتحس انها حلوه. الفريم بتاعها معمول من المعدن. الصراحه الكواليتي لطيف على سعرها. سعرها مش غالي. سعرها النهارده انا لما اشتريت دي اشتريتها من عند محل هيثم التميمي، وده طبعا مشهور جدا، وانا هسيب لكم اللينك بتاعه هنا. هيثم التميمي مشهور، فانا جبت دي من عنده، كانت حدود 350 جنيه. وبرضه هكتب لكم السعر هنا يعني بعد ما اشوف فواتير، يعني هكتب لكم السعر هنا. ولكن سعرها فعلا محدود، سعرها مش غالي قصاد اللي بتقدمه. كواليتي لطيفه، حلوه للي مش عايز يدفع مبلغ 5000 7000 10000 في ساعه. دي جميله جدا وبتقلد. ماشي، قالت لي جود باي علشان قالت لي جود باي عشان خلاص البطاريه خلصت، فخلاص بتطرديني ماشي. فالصراحه لا، لطيفه. انا عجباني الساعه دي، وممكن تبقى الساعه الرئيسيه ليا الفتره الجايه. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو في اي تساؤل عن الساعه دي او حاجه انا ما قلتهاش تسيبوا لي كومنت تحت وهرد عليكم ان شاء الله. فده كان كل اللي عندي في الفيديو في السمارت ووتش تي 800 الترا. الاسم حلو، طويل شويه. كان عندي اخر ملحوظه ان الشاحن بتاعها ضعيف نسبيا. انا عندي شاحن تاني ساعه تاني فكان بيساعدني. بس ده كان كل اللي عندي النهارده في الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب. لو انت على تيك توك ما تنساش تعمل فولو، ولو انت على انستجرام ما تنساش تعمل فولو برضه. يلا اشوفكم في فيديو جديد تاني. سلام.